الذنب الكثر هو الاب ديالي والام ديالي. انا معاها في التواصل، كنهضر معاها. انا ما بقيتش كنسكن معاها، كنسكن دابا مع الاخ ديالي والزوجه ديال الاخ ديالي. وكيفاش نقول لكم، انا ما كنعترفش انني عندي اب، وعمرني غادي نعترف بداك الانسان، حيت غير ولدك فقط. ما تحمل المسؤوليه ديالك، ما عاش معاك، ما تحمل بالمسؤوليه. يعني عمل شي خطوه عليك، او لا عمل شي حاجه مثلا عليك او لا. بالنسبه للام ديالي انا عندي معها تواصل. ما غاديش ما غاديش نلومها، حيت كتبقى الام يعني هي كل شيء. الله يسمح لها، وانا راني كنهضر معها دائما. ولكن اللي غنوجه له ما غاديش نسمح له الى يوم الدين هو الاب ديالي. اللي غلط في حقي بزاف كنقول ان الام ديالي عندها مسؤوليه في هذا الشيء، اللي كان خاصها تنوض هي وتجري عليا وتعمل الوراق ديالها علينا بسميتها ولا باللقب ديالها. ولكن اللي غادي نوجه له هاد المسؤوليه هو الاب، حيت كان خاصك تجري على هادشي، كان خاصك تعمل لنا الورقات ديالنا وقادر تعملهم. ولكن نتينا ما مسوقش. كتشوف ولاد هيدا مع الاب ديالهم مع الام ديالهم وانتينا ما عندكش، كتحس بواحد النقص كبير في الحياه. لكن الحمد لله على كل حال. انا دابا اللي كنطلب غير نعمل الوراق ديالي فقط. وكيف ما هاد الولاد كيقراو اللي في السن ديالي 19 سنه، كتشوفهم كيبنيو مستقبلهم، كيقراو، كل واحد وعايش الحياه ديالو. انا كنشوف راسي غير جالسه في الدار، ما قادره نعمل، ما قادره نخرج، ما قادره نقرا، ما قادره حتى شي حاجه. هذا اكثر حاجه كتضرني في الخاطر ديالي، هو هذا الشيء. واللي بغيت غير نقرا ونعمل الورق ديالي باش نقرا، باش نخدم، باش نشوف انا حياتي من القدام ان شاء الله.